زي الشهادة أو الولاء لعلي بن أبي طالب يلبس لباس أو تميمة للبركة هنا، لأن مو كل من قال أشهد أن عليا ولي الله انحسب على ملاك علي بن أبي طالب، وخصوصا مو من الرعية من الحكام. بين وبين وطلعوا نصرة للمذهب. اطلع انتخب أي كان عمي على سقاطات الحكومة وعلى طلائب الحكومة وعلى مشاكلها اليومية احنا نشتم بيهم، بس مع ذلك خلف الله عليهم، خليها اسمها تنادي بأشهد أن عليا ولي الله حتى لو كذب. بعض المنطقة الخضراء بعض جماعة هم يقعدون مجالس ويعزون ويلطمون ويبكون بكاء دموع تماسيح وسباح ولحى وما أعرف إيش، وأغلبية و183 نائب وكلهم إذا صلوا يصحون أشهد أن عليا ولي الله، من قمة الهرم من رئيس الوزراء إلى أصغر نواب، باكر يوقفوكم وقفة أمام الله. بين وبين وطلعوا نصرة للمذهب. اطلع انتخب أي كان عمي على سقاطات الحكومة وعلى طلائب الحكومة وعلى مشاكلها اليومية احنا نشتم بيهم، بس مع ذلك خلف الله عليهم، خليها اسمها تنادي بأشهد أن عليا ولي الله حتى لو كذب. وهسه لما صار التقشف قاموا يطلعوا من راس الفقرة، هذا يقول أشهد أن عليا ولي الله. وينك أنت أبو يد من حديد؟ ما تطلع شو وينها اليد من حديد؟ شو إيد بلاستيك ماكو، شو إيد كواغد ماكو. تقول أشهد أن عليا ولي الله، لبالك علي بن أبي طالب يقبلك في مملكته؟ لا، ما يقبل علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب يقول لك الآن أنت لا تصير مثل مقوار الخنيث، لا يطق ولا يفشخ، هذا يصح على مقوار الخنيث لا يفشخ ولا يطق. صاحبنا لا تصير أنت مثل مقوار الخنيث، أنت بيدك سلطة وعندك دعم أممي وعندك دعم دولي. أبسط الأمور الآن تقدر توجه رسالة إلى مجلس الأمن أو طلب من وزارة الخارجية النايمة اللي هم وزيرها أشهد أن عليا ولي الله، تقدر تكتب طلب إلى مجلس الأمن تطلب من عنده من 2003 إلى 2016 الأملاك الخاصة بالمسؤولين السابقين والحاليين وذويهم الحجز عليها وتحاكمهم تحت قانون. من أين لك هذا حتى تطلع فلوس الشعب؟ غير تخوى مو تجي ما تستحون ما تخجلون ساعة، خلي على بالصحة الأشعة ب2000 دينار والوصل ب3000 دينار والمدري ياهو ب4000 دينار، لكم شنو هالقد هاي؟ انتم ما تخجلون؟ مو عيب عليكم؟ انتم مؤسسة حكومية كم بيها بلد هاي صاير، هذا البلد اللي يصير به هالشكل يعني به نظام اشتراكي، يعني أنا شاب أدفع للدولة من أكبر غصبا على الدولة تعطيني، لك أنتم لا تعطونا ولا تأخذون من عندنا يفترض، لأن أنتم أصلا عبارة عن كومة حرامية الله بلا نبيكم. لا أنتم نظام علماني، لا أنتم نظام اشتراكي، لا أنتم صبغة دينية، لا أنتم يهود، لا أنتم نصارى، لا أنتم بوذ، لا هندوس، لا ماسون. أدي أعرف ملتكم شنو عمي. يا الهندوس دول يعبدون البقر غير؟ والله ذاك اليوم قرأت تقرير يعني على محطة من المحطات، الهندوس بنوا أكبر جسر معلق على مساحة 70 كيلومتر إلى 90 كيلومتر، ما تحضرني لو 70 لو 90، يعني 70 كيلو يعني مثل مسافة كربلاء نجف عمي. بنوا خلال 9 أشهر جسر معلق، وأنتم إلى الآن هذا نهر العشار شو يسموه؟ نهر الأمير شو يسموه هذا النهر مال العشار؟ خلوه للفضلات الخارجية. لو ظل على صدام أشرف لنا، صدام قال كان يفتح لنا الماء، أشرف لنا صدام قال كان يفتح لنا الماء، صدام قال كان يفتح لنا الماء.